بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام. بعد أن تعذر أخذ تصريح مع ضحية قسم العظام بمستشفى الفارابي اللي هو سي ميمون الركراكي، اليوم نلتقي به بمنزله بعد خروجه من المستشفى الجامعي ليوضح لنا تفاصيل الحادث الذي وقع له مع الطبيب المختص بقسم العظام بمستشفى الفارابي. اهلا وسهلا بك السيد ميمون الركراكي. السلام ورحمة الله. سي ميمون، واش ممكن تحكي للمشاهدين الحادثة اللي تعرضت لها واللي كنت على إثرها كما صرحت لي في السابق ضحية طبيب مستشفى الفارابي؟ وأنا تجرحت هنايا، صابت بواحد الجرح. ملي كنت خدام مشيت ليرجونس، دارولي الدواء الأحمر بلا ما يضربولي لا إبرة لا والو تاع تيتانوز. قالولي راك مزيان، حرك صباعك. حركت صباعي، عطاوني واحد الورقة باش الناس. منين طلعت باش الناس قال لي هذاك الماجور روح راك مزيان، روح مع ولادك نعس وشري هاد الدواء راك غادي تكون مليح. وليت خدمت خدمة تاعي حتى المغرب بلا ما يتنفخو صباعي بلا ما توجعني يدي. العشية كذلك خرجت لقاو الزريعة، خدمت حتى السحور، وليت لداري تصحرت مع وليداتي نعس. الصباح قلت انا نحيد الشك تاع هاد الضربة هادي وربما يكون فيها شي عطر. مشيت للفارابي طلعني قال لي دير حرك صباعك، حركتهم قال لي باش كتحس، ثم ما كنحس والو. شكون هو اللي قال لك حرك قال صباعك؟ لي السي السعيدي بلي راك مزيان وراك مليح الدكتور. وقلت تبارك الله. قال لي المهم غادي نديرو واحد شي فيزيت ولا هادي الاخر. دخلوني للبلوك، داروا لي جرحه من حتى لهنا. فاذا بهم ملي طلعت انايا اليد تاعي تنفخت، بقات كتعطيني الالم. قبل ما يطيروني عند البنج المدام واقفه عند راسي، عيطات عليه، شاف اليد منفوخه ولا هودني عاوتاني لقسم العمليات. كمل لي الجرح، ضربني من حتى لهنا. الجرح بقى كيعطيني الالم، بقى كيجي كيبدل لي الفاصمه كل جوج سوايع 3 سوايع يبدلوا لي الفاصمه، كتعمر بالماء صفر وكتعطيني الالم صحيح. وكنبقى نغوت 3 ايام وانا عندها تحت لا سيرفيونس تاعو، الجمعه والسبت والحد. نهار الحد جا عندي مع جوار 10، قال لي ندمت على جرحتك. تا ودي راك عطبتني ماشي جرحتني، راك هلكت لي يدي. بقيت انا كنزكي ونبكي. قال لي واش كاين لي يدي؟ قلت له عندي غير مرة والله سبحانه. مشات صونيت للمرا، صيفطني في لومبيلونس للمستشفى سي اش او. الله يعمرها الدار، دوك الناس استقبلوني، شافوا الجرحى، عطاولي لي زونتيبيوتيك والدواء، راني نستعملهم الى يومنا هذا. راني مازال ناعس انا في الفارابي لمده، راني ناعس في السي اش او لمده 24 يوم تقريبا، وهو بقيت عنده 3 ايام. ما سول عليا ما والو. مشيت بغيت نطلب منه باش يعطيني المحضر الطبي. منين قلت له على المحضر الطبي وهذه ما بغاش يعطيني. مشات المراه كيديها ويردها، يديها ويردها ويديها ويردها لمده طويله. درت شكايه هنا للنيابه، راني كنتسنى النيابه باش ترد عليا نشوف علاش ما بغاش يعطيني المحضر الطبي. والاطباء تما في السياشور الله يعمرها دار واقفين معايا بالدوايات بلي فيزيت، ولكن قالوا لي الصباع نتاعك هادو 3 غادي تقطعوا والشك في الرابع. هذه في حالة ما إلا مشات هذيك الحولية منا وليت مزيان، إلا ما مشاتش الحولية غادي نقطعوا لك منا من الدراع. وملي قطع لي منا من الدراع راه ضيعني حياتي. قطعني من الدراع راه ضيعني حياتي وضيعني ولادي وضيعني كلشي. عندي غير كنوصل بدي سبحانه، وما عنديش شي شغل من باش غادي تلقاو بالوقت. عندي غير الله. وراني دروكا كنطالب باش يعطيني غير المحضر تاعي وندخل المسائل القانونية ونطلب ربي يوفق. اللي راه دار ربي اللي غادي يخلصها. شي غادي نقول انا عندي 2 وليدات، تلاني مسؤوليه وتلاني الكرا والماء والضو، وهو راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فرقني بيدي اللي عطاها لي ربي، وما لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. سي ميمون، انت دابا في التصريحات ديالك يعني كتعبر باللي انك فعلا ضحيه ديال احد الاطباء بقسم العظام بمستشفى الفارابي. وشنو هما اهم المطالب اللي كطالبها انت؟ كنطالب راه يعطيوني غير حقي، يردوا لي قانوني يعطيوني حقي. ما كنطالب بشي حاجه اللي غير قانونيه. دار المساله هذه غلط طبي كبير ماشي صغير. دروك راني كنعالج فيه والحاله ما كايناش ضعيفه، وكنشري الدواء غالي ومصاريف كثيره، وعندي الكرا تابعني والماء والضو. هادي شهرين ما خلصت والو، وراني غير ناعس في السبيطار، والمرا تاعي كتسوفري في الشارع. تمشي لعند المحسنين، تمشي عنده هو تعطيها الورقه ما يبغيوش، عطاني غير ديك بيا صورتي. تا بيا صورتي واحد النهار بغا يديرها، قال لي راه عندك جيب لي. قالت له لا ما عنديش انا، راه في الدار نسيتها. من تما قلت له ما تزيدش تعطيه وخلينا نخدموا مسائل قانونيه، وكنطلبوا من الله والله يوفقنا عليه، الله يغلبنا عليه. هو حقرني ونطلبوا ربي هو اللي غادي يوفقنا.
والله يجيبوا محسنين اللي يوقفوا معنا في هذه القضيه باش ما يبقاش الظلم هكا ويبقى هكا يعدموا في عباد الله. راه الا بقاو كل خطره يعدموا في واحد اسره راه غادي يفضح اسره من مورا. انا عندي ولد عنده الكبير 11 عام، واش غادي نخرجو دروك يخدم ولا نخرجو يبيع في الكروسه ولا كيدير يزي وحده ما نقدرش نبقاو بها الحياه. انا كنبغي غير حقي يردوا ليا، كنطلب غير مسائل قانونيه ما لا غير ولا اكثر.